السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا أجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. الجو بقى اليومين دول زي ما انتم شايفين كده ساقع، فاحنا قلنا ايه بقى نعمل أكلة تدفي. فقلنا نعمل كرنب محشي بقى، يعني نعمل محشي كرنب بطريقة خطيرة جدا وبمكونات حلوة قوي هتعجبك، والطعم حكاية، يعني حاجة كده تفتح النفس وجميلة جدا. واللي أول بقى مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونخش نشوف الطريقة. نعمل ايه؟ أول حاجة نعمل الصلصة. هتحطي معلقة سمنة كده كبيرة، وعليها كمان كده حوالي معلقتين زيت، وتكوني بقى مقطعة بصلتين كده كبار، قطع صغيرة، علشان ايه تدبل معاكي بسرعة. هنشوحهم بقى كده مع بعض، بس يا دوبك البصلة نديها ايه لون او تدبل بس معاكي، مش بنسبك. اهو زي ما انتم شايفين كده دبلت اهي معانا، وادت لون ايه يعني فاتح كده حلو. ونزلنا بقى عليها بصلصة الطماطم اللي احنا ايه مفرزينها في الفريزر مع بعض طبعا قبل كده، وقلت لكم على طريقتها. وايه وتحطي بقى عليها معلقه فلفل اسمر بس، ومعلقه ملح بس، مفيش اكتر من كده. ليه بقى؟ لان بقيه التوابل هنحطها مع الخلطه، بتبقى فريش كده على طول كده وجميله قوي. قلبيهم كده مع بعض وسيبيهم بقى لحد ما ايه ما تسبكهاش برضو، يا دوبك تغلي غلوتين وتطفي عليها. بعد كده بقى جبنا الكرومبه بقى، جيبي الكرومبه اللي على قدك. اما تجيبي الكرومبه جيبيها اللي هي ايه مهويه كده مش مكبوسه. ليه بقى؟ الورق كله بصوا زي ما انتم شايفين كده بيطلع واحده واحده زي الفل، ولا بيتقطع ولا بيتهربد، ومش ماسك في بعضه. بقطع طبعا الراس الاول كده اللي فوق، وبعدين اقطع ورقه ورقه، بتطلع معاكي بسهوله. بدأت بقى تظهر معايا تاني الراس، برضو بقطعها واطلع ورقه ورقه كده برضو زي ما انتم شايفينها، لا بتطلع متقطعه ولا متهربده ولا حاجه، وما بهدرش الورق. ليه؟ لان الورقه زي ما انتم شايفينها بصوا اهي طالعه معاكم سليمه وزي الفل. يعني ايه ورقه ورقه كده على مهلك، ايه بدل ما انت تقوري الراس دي كلها بتنزل السكينه لحد القلب من جوه، بتقطع الورق اللي في القلب اللي جوه. لكن انا بقطعها كده معاكم واحده واحده، كل ما بتظهر حته من الراس بروح قطعاها، واروح ايه مطلعه الورق ورقه ورقه. بتبقى معاكي سهله جدا، وايه مفيش اهدار للورق وهتلاقي الحاجه معاكي ايه سليمه وسلسه. خلاص كده حتى الابيض اهو كله من جوه طالع سليم زي الفل، مفيش ولا واحده فيهم متقطعه. لحد ما توصلي ايه للحته اللي جوه ديت اللي اسمها ايه البطه او الوزه. دي بقى ايه بقطع منها بس عليها الورق الكبير، واسيب بس الحته ايه الصغيره اللي جوه ديت مع بعضها، بسلقها كده مع بعضها. ولو بقى بقي منك حبه رز بتحطيهم بقى ايه جواها على بعضها في قلب الحله كده. زي ما انتم شايفين كده قطعت الورق الكبير كله اللي عليها، وسبتها بقى هي في الاخر على بعضها كده ايه صغيره. ماشي. خلاص كده احنا بقى خلصنا من تقطيع الورق. بحط الابيض طبعا على بعضه لوحده، وبحط الايه اللي هو مخضر شويه برضو كله ايه على بعضه. اكون بقى حاطه حله فيها ميه بتغلي، وما تحطيش بقى فيها معلقه الملح الا من بعد ما الميه تغلي معاكي، عشان ما تريمش معاكي وايه وتعمل يعني زي الجير كده بيضه. بعد ما بتغلي بتروح حاطه لها بقى معلقه الملح. وجيبي بقى ورقه ورقه كده زي ما انت شايفاها، وتحطيها في قلب الحله، وتنزليها بقلب بالمعلقه معاكي كده في الميه. يعني بتنزليها كده في الميه بشويش خالص، بدون برضو ما تيجي ايه تهريها ولا حاجه زي كده. ما بياخدش معاكي دقيقتين ثلاثه بس في الميه، لان الميه مغليه، والورق كل ما انت يعني تطلعيه ماسك نفسه كده شويه تعرفي ايه تلفيه، وبرضو ايه وما يتهريش منك وتهدري منه كتير. زي ما انتوا شايفين كده خلاص كده ما خدتش دقيقتين ثلاثة في قلب المياه المغلية. واروح بقى مطلعاه بالمعلقة او باي حاجة اللي انت بتطلعي بيها. بص بوريكم الورقة، بص اهي طالعة سليمة ازاي وحلوة وماسكة نفسها. واروح ايه كله ده بقى واخداه مصفياه وحطاه ايه في مصفى، يتصفى بقى معاكي الورق كله لحد اخر ورقة سلقتيها. جيبي بقى ورقة ورقة كده من اللي انت ايه سلقتيهم، وتروحي تانيها اتنين كده، وتروحي ايه قطع العود بتاعها دوت، وتلفيها رول. تقطعي بقى الرول على قد المحشي يعني صابع المحشي اللي انت عايزاه، صغير كبير اللي انت عايزاه. سيبي بقى الرول كده كله على جنب، مش هنفكه دلوقتي الا ساعة ما نيجي نحشي. ورقة تاني برضو كده قطعنا برضو اهي العود بتاعها، ولفيناها برضو رول، وقطعناها على قد الحاجة اللي انت ايه هتحشيها، يعني قد الصابع اللي انت بتحبيه.
خلصي بقى الكميه كلها كده بالشكل ده. خلصناه كله، حطيناه برضو في المصفى. الاخضر كده شويه على جنب والابيض على جنب. تعالي بقى مع بعض نعمل ايه؟ الرز والخلطه. حطينا غسلنا برضو الرز وصفيناه كويس من الميه، حطينا عليه الخضره اللي هي التلات ربط، شبت وكزبره وبقدونس. بعد كده حطيت فيه معلقه توم مفرومه ناعمه، وبصلايه وسط ناعمه، جميله جدا جدا، دي بقى بتديها طعم خطير قوي قوي. جبنا بقى الايه الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض، وما تحطهاش برضو كلها. ليه بقى؟ علشان ما يبقاش الخلطه معاكي بتاعت المحشي، يعني الثوم فيها، قصدي الطماطم فيها كتير قوي. بنستنى ايه شويه لما نشوف عايزه، بعد ما نقلبها نحط تاني. حطينا بقى ايه التوابل: ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، معلقه برضو توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه 7 بهارات، معلقه بابريكا، معلقه زعتر. زعتر بقى ده تفركيه بيدي بقى ريحة برضو جميلة جدا، والأكل حاجة حكاية. بعد كده بقى هنحط حبة نعناع برضو نفركهم. النعناع ده أنا منشفاه عندي في البيت وحطاه ببرطمان، ما بفركوش إلا ساعة ما بقى إيه يعني أحتاجه لأي أكل أو أي مشروب. ليه؟ بيبقى ريحته بقى لسه كأنك انت ايه جايباه جديد. بعد كده بقى بنحط معلقة سكر. هنعمل ايه بقى؟ نقلب بقى كل الخليط ده كله مع بعضه، زي ما انت شايفه كده. وايه، واحنا شايلين حبة صلصة كده على جنب عشان لحد ما نشوف اللون كده كده عجبنا خلاص. ماشي كان بيها، ما كانش هناخد بقى بقية اهو. انا بقى لقيته بقى اللون ده مش عاجبني، رحت جبت بقية الصلصة وحطيتها ايه عليه. كده تعتبر خلاص ايه الخلطة معاكي جاهزة. قلبيها بقى برضو كده كويس مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده بقى ادت اللون الجميل دوت. انا بحب لونه كده، بيبقى حلو كده، ايه فيه طماطم حلوة قوي كده. الحله بقى اللي انت ايه هتحشي فيها، انا خدت بقى ايه حبه من العروق اللي هي ايه الصغيره خالص اللي كانت في قلب الكرنبه، وقطعتها بعد ما اتسلقت، قطعتها كده رفيع وفرشتها في الحله تحت، وحطيت عليها العيدان بتاعت الخضر اللي احنا ايه قطعناها. دي كمان بتدي ريحه وطعم من المحشي تحفه قوي. جبتي بقى الرول، قطعيه بقى برضو على قد الصابع اللي انت عايزاه، حطي فيه حبه رز صغيرين وافرديهم كده، وحطي الحته اللي خشنه بتاعت العيدان من جوه. وافرديه كده ولف الصابع كده زي ما انت شايفاه. ليه بقى؟ لما تحط الرز قليل عشان لما تيجي تسويه ما بي ايه ما ينطرش كل الرز بره. بس الصابع بقى بص يعني جميل قوي قوي ازاي، والرز فيه معقول جدا، علشان زي ما قلنا ايه ان احنا مش عايزينه يطلع الرز اللي جواه. خلاص كده اهو. تحشي بقى الاول ايه الورقه المخضره شويه، تحطيها تحت الاول في قلب الحله علشان بتاخد سوا اكتر من الورقه البيضاء. زي ما انتوا شايفين برضو كده. فكيت الرول التاني اهو، وقطعت ايه الورقه على قد الحشو اللي انت هتحشيها، على قد الصباع اللي انت عايزاه. خلاص. وزي ما قلنا برضو كده الحته الخشنه بتاعت العيدان ديت اللي في قلب الورقه بتحطيها من جوه، وحبه رز صغيرين وتفرديهم، وتلف ايه المحشيايه. يعني بصي لا بتقفليها من الجنب ده ولا من الجنب ده، بس ما تكتريش الرز زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. الصبع جميل جدا، مغري مغري مغري، والريحه عايزه اقول لك كده واحنا قاعدين بنحشي حاجه اخر جمال. خلاص على كده بقى هتخلصي برضو ايه كل بقى الكميه بتاعتك. خلاص. رصيت بقى انا اهو الاخضر من تحت شويه والابيض بقى من فوق. جبت بقى ايه، كان عندي شوربه لحمه بصراحه، ايه فجبتها وحطيت عليها حبه ايه طماطم صلصه برضو اللي هي انا ايه مفرزاها في الفريزر، وحطيت ظبطتها من الملح والفلفل الاسمر، وحطيته كده على المحشي زي ما انتوا شايفينه. يعني ايه ما تخليهاش الشوربه ما تخليهاش ايه مصيصه عليه قوي كده، يا دوبك مسويه للمحشي، يعني ما تبقاش عليه كتير فوق. خلاص على كده بتحطي بقى ايه الطبق. لو انت برضو ما عندكيش شوربه ممكن مرق الدجاج، مش مشكله، يعني اي حاجه تسقيه بيها. غطيه بقى بالطبق كده عشان ايه لما يجي يستوي ويشرب الميه ما يطلعش فوق قوي كده وايه ويفك. خلاص غطيناه بقى لحد ما شرب الشوربه، وغطينا عليه بقى بعد كده زي ايه الرز وانت بتسويه، وحطي تحتيه بقى الشياطه. سيبيه بقى لما تلاقي خالص، اختبريه بقى، طلعي صابع كده وايه وتدوقيه، شوفي استوى كان بها خلاص واطفي. ما استواش برضو سيبيه دقايق تاني لحد ايه ما يعني تحسي بان الصابع خلاص كده
يعني حاجة جميلة جدا، استوى ومش بيشد كده، والورق جميل قوي قوي قوي، والرزاية كده استوت. عايزة اقول لك وهو على البوتاجاز، يعني انا بقيت كنت عايزة يعني اكل منه لحد ما اشبع. بس كده هو ايه جميل جدا الحمد لله. ولو انت عايزة بقى تجيبي فحمية كمان تبخريه، جميل جدا. واعملي بقى جنبيه بطاطس وحبة مخلل أو حبة سلطة، خطير خطير خطير. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة دي كده بالطريقة اللي أنا قلتها لكم دي. واللي أول مرة برضو يشوف القناة يخش ويشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا، وأكلة جميلة جدا في الشتاء ومدفية جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.